اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص جملة كان دايمًا بيقولها صديق عزيز عليّا وملهم دايمًا اسمه مصطفى محمود. كان دايمًا بيقولها بحِس فكاهي كده لمّا آآ بنعمل إنجاز معيّن أو حد بيمدحه أو حد بيشكره على حاجة، والجملة ديّة من وقتها معلّقة معايا. كنا بنستعملها وقت ما كنا متطوعين مع بعض في صناع الحياة، وكان هو leader للteam اللي أنا كنت موجود فيه. اتعلمت منه حاجات كتيرة أوي، من ضمنها الجملة دي، جملة اللهم ارزقنا الإخلاص. يمكن الجملة دي تحمل معاني كتيرة، أثّرت فيّا بشكل ممكن يكون مش مباشر. لمّا باقعد أفكّر في الجملة نفسها، بالاقي إن فيها معاني كتير مهمة، زي إنّك أكنّك بتدعي، بتقول ربنا يرزقني بالإخلاص، فأنت بتلجأ لربنا دايمًا في إن هو يحاول يخلّيك مُخلص في عملك، ودايمًا فيها حتّة اللي هو برضه بيفكّرك بإن أنت كل أمّا الego بتاعك أو الأنا عندك تحسّسك إن أنت فخور أو متفاخر بحاجة معيّنة عملتها، تبقى مبسوط بيها بس في نفس الوقت ترجع وتحاول تسيطر شوية على الego والأنا اللي موجودة عندك. لإن دي من الحاجات اللي دايمًا، دايمًا، دايمًا ممكن تغيّر كتير أوي في القرارات وفي طريقة التعامل بتاعة الشخص، خصوصًا لمّا يعمل إنجاز. يعني مهم أوي إن أنت تكون بتحتفل بإنجازاتك الصغيّرة في وسط المعجنة اللي إحنا فيها. الوقت اللي إحنا فيه دهوّة والجيل بتاعنا عمومًا مَر عليه حاجات كتيرة أوي، حرفيًا كل حاجة غريبة ممكن تكون تحصل، حصلت. ثورات، أوبئة، زلازل، حروب، صراعات مختلفة في كل حتّة في العالم، اضطرابات كتيرة أوي بتحصل، تغيرات اقتصادية كبيرة أوي، فالضغوط كتيرة، فمهم أوي إن أنت تحتفل بالإنجازات الصغيّرة اللي أنت بتعملها، وتحيّي نَفْسك على إن أنت واقف ومكمّل. في نَفْس الوقت وأنت بتعمل ده، لازم تفتكر الإخلاص، لإن ربنا مش بيحاسب حد على النتايج، بيحاسبه على نيّته وعلى العمل اللي هو كان عاوز يعمله. فأنت لو نيّتك في العمل اللي أنت بتعمله خير، وبتحاول بكل الطرق الممكنة تُدرك ما لا يمكن جهله، بتحاول تعمل اللي عليك بإخلاص، ربنا هيجازيك. يمكن كلمة ال آمم، كلمة الإخلاص دي كلمة واسعة أوي، كبيرة أوي، يعني تعريفها مش سهل. فكرة إنك مُخلص في حاجة، تعملها بقلب، تعملها بضمير، تعريف يختلف من شخص للتاني ومن حاجة للتانية. فاللهم ارزقنا الإخلاص. مجال التسويق من المجالات بيفقد المعنى ده، وفي كتير أوي حاجات وممارسات ضد ده، ما فيهاش ethics أو ما فيهاش أخلاق. ويمكن عشان المجال بتاع الmarketing بكل بقى التخصصات اللي تحتيه، social media، media buying أو ads، محتوى، SEO، design، market research، market strategy، كل الحاجات اللي تحت الmarketing، sales وbusiness development even. تمام، كل الحاجات ديّة من الشغل بتاعها مُرهق، والمجال فيه آآ ممارسات كتيرة أوي بتكون عكس ده، وبتخلّي الشخص يفقد المعنى اللي هو بيشتغل عشانه أصلًا. دايمًا من الحاجات اللي دايمًا بافكّر فيها وأنا باعمل أي استراتيجية لbrand أو إعلانات في ما وراء اللي أنا باعمله. يعني في الآخر في حاجات أنت ما بتبقاش حاسبها بتفرق أوي. إزاي؟ لو أنت بتعمل إعلان أو خطة تسويق أو محتوى لمنتج أو خدمة مفيد فعلًا للناس، فأنت كل شخص هيستفاد من الخدمة دي وهيلاقيها وهتحل له مشكلة عنده، فأنت ده أثر، ده impact أنت هتسيبه في حياة شخص ممكن تغيّر حياته. الناس اللي شغّالة already
في الشركة دي أو في المصنع ده، فأنت بتفتح لهم باب رزق، ولمّا الشركة دي بتكبر بتعيّن ناس جديدة، وبتشغّل ناس تانية عشان يعملوا حاجات أدوار مختلفة تساعد الbusiness، سواء حاجات direct جوّه الbusiness ده نفسه أو حاجات indirect مش مباشرة. يعني دايمًا بنحاول نركّز على الأثر ده، أو أنا باحاول أركّز على الأثر ده، عشان هو ده اللي بيخلّي الشغل نفسه ليه معنى، لإن لو ما حصلش كده فهي هتبقى روتين مُمِل بيتعمل بشكل يومي، بشكل دايم، ومن ضمن الحاجات اللي أنا هاكلمكم عليها إن شاء الله هي اليوم بتاعي كاستشاري تسويق بيبقى ماشي إزاي، إيه اللي بيحصل فيه، وهتلاقوا إن في حاجات كتيرة أوي بتحصل في اليوم بتتكرر في أيام كتيرة. الاجتماعات ده جزء أساسي جدًا من كل حاجة، تدريبات، تُقف تتكلم وتحضّر محتوى تدريبي تجهّز activities بتتعمل في التدريب، وبعدين تبدأ التدريب نفسه، الاجتماعات، تدريبات، من الأنشطة اللي بتتعمل كتير أوي في الشغل ده، إنك تقعد تحلل أرقام، تسحب data تحطها على dashboards، تبدأ تبُص على أرقام، كل الحاجات والtasks ديّة لمّا بتيجي تتعمل بشكل روتيني وبشكل دايم الreporting وإنك تعمل report أو تراجع report، الحاجات دي كلّها لو ما كانش في غاية وأثر أنت عاوز توصل له منها، هتزهق منها وهتبقى بالنسبة لك روتين، وهتبدأ ساعتها تقلل من حاجتين، تقلل من حماسك أنت للشغل، وتقلل من الجودة اللي أنت بتطلّع بيها الشغل، لإن أنت في الآخر مش هتبقى شغال بقلبك، هتبقى شغال بس عشان أكل العيش، عشان الفلوس، الفلوس مهمة، ويمكن هي من أهم الحاجات اللي أنت لازم تكون بتحصل عليها من الشغل بتاعك، بس في الآخر هي مش أهم حاجة، ودايمًا في سقف ليها، مهما حصل ومهما حاولت تعمل، هيبقى في سقف توصلوا ليها، عشان كده لازم يكون في عندك غاية تانية، في حاجة تانية أنت عايز توصل لها غير الفلوس من الشغل اللي أنت بتعمله، فالأثر والتركيز على الأثر هو ده اللي هيخلّي نيتك في الشغل مختلفة، وهيدّيك طاقة تانية تقدر تشتغل بيها، أو على الأقل ده اللي أنا باعمله وباحاول دايمًا أشحن طاقتي بيه. طيب يمكن دايمًا من الحاجات اللي بتيجي لي وتساؤلات كتير بتيجي لي هي إزاي أبدأ في التسويق، أو هل مجال التسويق ده مجال مفيد فعلًا وممكن أنا أتعلمه كمهارة؟ خلّيني أقول لك ليه ناس كتير بتبدأ غلط في التسويق. أول نقطة التقليد الأعمى، أنت في الآخر شايف حد بيكسب من مجال التسويق وشايفه مثلًا media buyer فكل الناس خلاص دلوقتي بقت media buyers فيالّا بينا أروح أبقى media buyer عشان يبقى مصدر دخل جديد ليّا. وقت من الأوقات كانت السوشيال ميديا إن أنا تقدر تعمل صفحة وتكبّر الصفحة ديّة وتعمل مش عارف إيه، وقت تالت كان Google AdSense تعمل إعلانات، تعمل مدوّنة وتحط عليها محتوى وبعد كده ييجي لك عليها إعلانات، فأنت بتقلد بشكل تقليدي، اللي هو أنا شُفت حد بيكسب فكل المجالات بتكسب وكل حاجة بتكسب، ففكرة إن أنت تخش المجال عشان هو هيكسبك دي مش فكرة صح، طبعًا هو عامل مهم إن أنت تكون بتدوّر لو أنت لسه بتبدأ الcareer بتاعك أو بتحاول تعمل career shift وأنا باقول لك أهوّة أنا شخص عملت أكتر من career shift تمام، هي الفكرة مش في اختيار بس مجال باين قدّامك الناس بتكسب منّه، لإن كل مجال في فرق بين شخص junior بيبدأ لسه يتعلّم ويخبّط، وبين شخص بقى senior أو بقى عنده القدرة كخبير إن هو فعلًا يقدر يكسب من المجال ده، وياما ناس عندها خبرة كبيرة أوي، عدد سنين كتير، بس في الآخر عمليًا هي ما عندهاش خبرة، فما تبقاش باصص على النتيجة أو على اللي أنت شايفه قدامك بس، وناسي العوامل الكتير اللي موجودة بعد كده، في عوامل كتير بتبقى موجودة بتأثّر على ده، بتأثّر على الشغل بتاعك، وبتأثّر على مدى الأرباح اللي أنت ممكن تعملها من أي شغلانة أنت بتعملها. فما تركّزش بس على مجال عشان هو فيه فلوس كتير، كل المجالات فيها فلوس كتير. الحاجة التانية الغلطة التانية اللي بتحصل إن بتركّز على إنّك تتعلّم أدوات مش أساسيات، يعني بتروح تتعلّم إزاي تعمل إعلانات على فيسبوك أو إزاي تعمل إعلانات على جوجل أو إزاي تكتب مقالات أو إزاي تعمل SEO، مش بتفهم الbasics والأساسيات، مش بتفهم marketing وتفهم
الbuyer persona وتفهم psychology بتاعة العميل نفسه، وتفهم أصلًا أنا لمّا آجي أعمل إعلان إيه اللي المفروض يتعمل قبل أصلًا ما أخش على الads manager وأبدأ أعمل إعلان. الحاجات الtechnical ديّة موجود ليها مصادر كتير online وكلّه بيتكلم عليها وكلّه بيعمل courses فيها، بس الmindset والbasics الأساسية اللي في الmarketing ما بقتش موجودة، وما بقاش ناس كتير بتحاول تروح تتعلمها لإن هي مش حاسة إن هي هتتعلمها فتاخد فلوس بعديها، هو هيخش ياخد course media buying عشان بعد كده يروح يشتغل ب5000 و6000 جنيه، مع إن هو طول ما هو جوّه الmedia buying هو مش هيعرف يطلع من المهارة دي technically غير لمّا يتعلم الحاجات التانية اللي مش كتير بيتعلمها، عشان كده تحس إن كتير أوي من الإعلانات اللي بتشوفها مثلًا أو من المحتوى اللي بتشوفه عبارة عن قوالب، ليه؟ لإن الشخص بيروح يتعلم المهارة كtechnical ما بيتعلمش ما وراء المهارة دي، يعني أنا باعمل إعلان باعمله ليه؟ وباعمله على المنصة دي ليه؟ وباعمله إزاي؟ أو باكتبه إزاي؟ لمّا باجي أعمل SEO للwebsite الكلمات المفتاحية دي أو الkeywords دي باختارها بناء على إيه؟ وباختارها هي تحديدًا ليه مقارنةً بباقي الكلمات تمام؟ وده بيحوّل المهنة لtrend، trend زي المدرب، في وقت من الأوقات كان الTOT وال الpersonal trainer والpersonal training والتنمية البشرية دي trend، كلّه راح يتعلّمها وكلّه بياخد TOT وخلاص الموضوع بقى كده. بعديها بفترة بيبدأ يظهر trends جديدة، زي trend مثلًا بتاع الmedia buying، كلّها دلوقتي بتعمل إعلانات وكلّها media buyers وكلّها بتعمل ROS 10 و20 وكلّها بتعمل كورسات media buying والموضوع بقى اتحوّل لtrend، مع احترامي إن في كتير أوي من الناس اللي بتعمل ده فعلًا خبيرة وفعلًا الmaterial اللي بتعملها مفيدة، بس في الآخر بقى في آلافات موجودة، فبقت عبارة عن copies نُسَخ، إيه ده! أنا في منّي كتير، ما هو فعلًا في منّك كتير لإن أنت واخدها trend وبتجري ورا الفلوس، مش بتتعلّم مهارة تقدر تحوّلها لحاجة تانية، الأثر اللي أنا اتكلّمت عليه في الأول، النيّة، الإخلاص، تمام؟ فأنت في الآخر داخل بدون رؤية، داخل بسرعة عشان تكسب، من غير ما يبقى عندك رؤية أنت رايح فين بعد كده، فبتتصدم بالواقع إن أنت دخلت اتعلمت خدت كورس، بس أول حاجة الagencies أصلًا مرتباتها قليلة، أول ما بتخش بتلاقي أصلًا المدير بتاعك مش فاهم حاجة فما بيعلمكش، وبيرمي عليك كل حاجة، تمام، بيخلّيك وأنت لسه أصلًا صغير بيعاملك أكنك senior مع إنك أنت أصلًا لسه متعلم وطالع، بيشيلك مسؤولية فلوس هو نفسه ما يقدرش يتحملها. فبتغلط، فبتتصدم، فبتلاقي نفسك بتخسر، بتسيب الشغلانة، أو بتلاقي المرتب نفسه مش مكفّي معاك، فيبدأ هو يقلل، فيحصل مشاكل كتيرة أوي، لإن ما فيش رؤية، كلّها بقت عبارة عن نُسَخ من بعضها، وكلّها بتحاول تعمل إعلانات، وتعمل أرقام، وتقول لك أنا باعمل CBO وEBO وخلاص طالما حفظ هو مصطلحين، بقى هو كده media buyer. فدي من أكتر الغلطات اللي الناس بتعملها لمّا تيجي تخش مجال التسويق. طيب إزاي بقى أبدأ صح؟ أول حاجة لازم تفهم التسويق كفكر مش أدوات. الماركتير الشاطر مش اللي بيعرف يعمل إعلان، بل اللي بيعرف يقرا الجمهور والخدمة ويفهمها، وبعد كده يبدأ يengineer أو يشوف هيعمل إعلان إزاي، مش إعلان إزاي إن هو يخش على الads manager ويطلّعه لأ، إيه الcommercial angle اللي هيعملها، يعني هيحط offer عامل إزاي، هل الجمهور ده بيفرق معاه أكتر السعر والّا بيفرق معاه الجودة؟ طب إزاي أظهر ده؟ أظهره إزاي بشكل محتوى قوي؟ أدوّر على المنافسين، أبُص عليهم، أدرسهم، أفهم الجمهور بتاعي بيتفاعل إزاي، أبُص على رسايل الناس بتبعت تسأل على أسئلة عاملة إزاي، يقدر يقرا الdata ويقدر يحلّل ويكون فاهم الmindset بتاعة الbusiness نَفْسه، عشان ما يلبّسش الشخص في الحيطة، لإن أي حد هيخش على ads manager create ad يمشي في خطوات، دخل على اليوتيوب عمل search وجابه هيبدأ يعمله. تمام، بس في الآخر فين الفكر وفين الاستراتيجية ما وراء الإعلان ده؟ أنت ممكن تعمل إعلان يجيب أوردرات كتيرة بس كل الناس تكنسل الأوردرات، فتخسر كل حاجة، أو ممكن تروح تعمل مقالة وتظهر في جوجل بس في الآخر تجيب لك traffic هدفه مش الشرا، هدفه معلومات، فأنت ما استفدتش حاجة لو أنت عايز تبيع، ماشي، أو ممكن تحط استراتيجية
إنك تخش في market زي market مثلًا السعودي أو الأمريكي، شبه اللي أنت تاخد نفس اللي بتعمله هنا في مصر وتروح عامله هناك، فتلبس في الحيطة، تخسر فلوس وآلافات، وفي الآخر تقفل الbusiness بتاعك مثلًا. ففي الآخر أنت كmarketeer لازم تكون فاهم التسويق كفكر مش أدوات، ولازم صاحب الbusiness نفسه يكون فاهم تسويق قبل ما يعمل أي business. طيب ابدأ بإيه؟ أول حاجة اقرا عن الأساسيات، اقرا عن الbuyer psychology، اقرا عن الbranding، بس branding مش كlogo، يعني إيه brand، وابدأ اتعمق في القصة دي. تمام، واتعلم strategy، يعني إيه أصلًا marketing strategy، وإيه هي الاستراتيجيات اللي معروفة، إزاي أحلل الماركت نفسه، إزاي أفهم المنافسين بتوعي، إزاي أكون فاهم أنواع المحتوى بشكل عام، ماشي، إزاي أفهم الbusiness model، ماشي، وإزاي أحلل إن الbusiness ده بيكسب أو بيخسر عن طريق إيه الmetrics اللي المفروض أكون باصص عليها. أبدأ أقرا case studies كتيرة وأشوف ناس فعلًا عملت إيه قبل كده في نفس الحاجة اللي أنا عايز أشتغل فيها أو نفس المجال اللي عايز أشتغل فيه. الحاجات دي كلها أهم أوي من الكورسات بتاعة الإعلانات أو كورسات الtechnical اللي أنت بتروح تعملها عشان تتعلم إزاي تعمل الحاجة دي. افهم قبل ما إيه، قبل ما تعمل، ماشي. الحاجة التانية، ما تقعدش طول وقتك عمّال تاخد في كورسات، أي كورس معدّي قدامك تروح واخده، تحط بقى list أنا واخد كورس مش عارف كذا، واخد كورس مش عارف كذا، واخد كورس مش عارف كذا، في الآخر هي كورسات معلومات، طول ما هي معلومات فهي محطوطة في دماغك، لمّا تيجي تطبّق ده حاجة تانية خالص. فلازم تشيل من دماغك إن أنت هتاخد كورسات وشهادات وترصها جنب بعضها وخلاص، أنت مش في حاجة أكاديمية، أنت في مجال عملي. المجال العملي ده محتاج تجربة عملية، محتاج إن أنت تخش وتجرّب وتغلط عشان تتعلم من الأخطاء بتاعتك، محتاج إن أنت دايمًا، دايمًا، دايمًا تكون بتحاول، ودايمًا تكون عمّال بتتعلم عشان تاخد الخبرة، الخبرة بتيجي من هنا مش من المعلومة. مهم إن أنت تكون بتحاول تتعلم كل المعلومات اللي موجودة عن الحاجة اللي أنت عايز تتعلمها دي بسرعة، ده ما فيش فيه عيب فيه، إنك بتاخد كل الكورسات اللي موجودة مثلًا في إعلانات LinkedIn عشان يبقى عندك معظم المعلومات اللي موجودة، وتبدأ تطبّق، التطبيق أهم من أي حاجة، فلازم تشتغل ويكون عندك معلش حتّة إن أنت تشتغل ببلاش، انزل تدريب، ما ينفعش تبقى فريش لسه طالع من الكلية و وعاوز تشتغل بأحسن مرتب أو بمرتب كبير، ما فيش صاحب business هيبقى واثق إن هو يعمل كده معاك. وفي نفس الوقت من الناحية التانية إحنا كأصحاب business لازم نراعي إن في مصاريف، الشخص ده اللي هييجي يشتغل ده هو في مصاريف المفروض يصرفها، فبالتالي يا إما هو هيشتغل من البيت، ماشي، فمش هاحمّله مصاريف مواصلات بقى ولا أكل ولا شرب ولا الحاجات دي كلّها، أو إن هو هييجي الشركة عندي، وفي كلا الحالتين ما ينفعش يشغّل حد ببلاش، لازم على الأقل يكون في أجر حتى لو أجر رمزي، حتى لو هو internship أو مصطلح تدريب اللي كتير أوي من الناس بتستغلّه بشكل وِحِش، بشكل سيء، تمام. فلازم يكون في حاجة مدفوعة، بس في الآخر أنت كشخص بتتعلم مهارة جديدة لازم يكون عندك فكرة إن أنت ممكن تضحي شوية في الأول، حتى لو هتشتغل ببلاش على مشاريع تتعلم منها أو مع ناس وفي شركات تحاول تتعلم منها، تمام. ولازم تطوّر من حسك في الملاحظة، يعني إيه؟ إنك تلاحظ وتبُص وتحاول تحلل الأرقام اللي بتشوفها، ما تبقاش بس عمّال بتنقل، لأ، افهم مثلًا الإعلان ده نجح، طب نجح ليه؟ طب ليه اشتغل بالشكل ده؟ طب ليه لمّا حصل الحاجة الفلانية حصلت بالشكل ده، ليه النتيجة ديّة لمّا اتعملت طلعت كده، تمام، ليه الإعلان ده ما نجحش عن الإعلان التاني، ليه الصفحة ديّة جابت traffic أعلى من الصفحات التانية، تمام، كل المعلومات دي إنك تحلل ده مهم، ودايمًا جنب بقى التطبيق ده جزء مهم جدًا، خصص وقت تتعلم فيه بشكل منظم وحافظ على الاستمرارية، الاستمرارية يا جماعة هي من أهم الحاجات في أي مجال. خصوصًا المجالات اللي فيها تكنولوجي واللي بتتطور كل يوم، تمام، لازم يكون عندك استمرارية، فأنت بتطبّق وبتتعلم، في الأول وأنت لسه ما تعرفش أي حاجة لازم يكون عندك تتعلم وقت أكتر وتطبّق وقت أقل، بس بعد كده لازم بقى خلاص تطبّق وقت أكتر وتتعلم وقت أقل، وتوازن بين الاتنين، لو وقتك متقسّم 50% تعلُّم و50% تطبيق، بعد كده يبقى 40% تعلُّم، 60% تطبيق وهكذا، بس لازم تحُط في دماغك عقلية إن أنت لازم تفضل تتعلم. لإن زي ما أنا قُلت قبل كده وهافضل أقول you don't know what you don't know.
خلّي دايمًا الego بتاعك تحت، مهما وصلت لمعلومة ومهما خدت كورس جامد أوي وعرفت تريكات جامدة، فأنت لسه مش جامد، في أجمد منّك، والمجال ده تحديدًا ما فيش حد فيه كبير، وما فيش حد فيه ما بيغلطش، وما فيش حد فيه عارف كل حاجة، في حاجات أساسيات لازم تبقى أنت عارفها، ده طبيعي، وده اللي بتتعلمه من الmanager اللي شغال معاك أو من المشاريع اللي بتعملها، بس في نفس الوقت أنت لسه برضه في حاجات كتيرة بتتعلمها، مع 12 سنة شغال في المجال ده وstill ما فيش، لسه في حاجات كتير أوي الواحد بيتعلمها وهيفضل يتعلمها. آمم، التعلُّم بقى ده، دي حاجة من الحاجات أو الدروس اللي أنا اتعلمتها التعلُّم حاجة من الدروس اللي أنا اتعلمتها في الشغل بتاعي بشكل عام. أنا بدأت الشغل بدأته كمندوب دعاية وإعلان، والحمد لله في وقت من الأوقات بقى عندي خلاص شركة دعاية وإعلان، تمام، اشتغلت freelance، جرّبت حاجات كتيرة أوي، اتعلمت تصميم، اتعلمت برمجة، اتعلمت إدارة مشاريع، اتعلمت حاجات كتيرة أوي وstill دايمًا عندي جزء من الوقت لازم باكون باتعلم فيه مهارة جديدة، باتعلم فيه tool جديدة، باتعلم فيه معلومة جديدة، تمام، باحاول أقرا حاجة جديدة، أسمع podcast أتعلم منه فكر جديد، دايمًا، 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 والشهادات مش هي أهم حاجة، يعني التجربة هي أهم حاجة، عشان كده أنا في الأول كنت دايمًا بت ب ب باجرّب وباحاول أتعلم جنب الدراسة نفسها، عشان التجربة هي الأهم، هي اللي هتقدر إيه، تطلّع لك غلطات، وغلطات هتتعلم منها بشكل كبير أوي طول ما أنت في المجال. آآ عايز كده يعني أنهي بقى الحلقة، بس قبل ما أنهي عايز أأكد على فكرة الإخلاص كعامل رئيسي للنجاح. الإخلاص مش معناه إنك ما تكسبش، معناها إنك تعرف أنت بتعمل إيه وبتعمله ليه، وتحاول تعمله على أكمل وجه ممكن. هل بتتعلم وبتشتغل عشان تثبت إن أنت أحسن، والّا عشان تساعد حد بجد، عشان تساعد الbrand دي إن هي فعلًا توصل لعُملا، إن هي تبيع، إن هي تكبر، إن أنت توصل لنتايج كويسة فعلًا، مش عشان بس أنت تقول أنا عملت كذا، أنا مهمة طبعًا، بس في نفس الوقت عشان فعلًا تفيد غيرك، عشان تسيب أثر، عشان يبقى في عندك أثر معيّن أنت خلاص أنت باصص عليه في ميزانك غير الفلوس، فلوس بس. اللهم ارزقنا الإخلاص مش جملة، دي فلتر لكل قرار أنت بتعمله في شغلك. أتمنى يكون الحلقة دي كانت آآ مفيدة، وتكون شجّعتكم إن أنتم لو حد بيفكّر إن هو يبدأ في التسويق أو يشتغل أو already شغّال في مجال التسويق، إن هو يفكّر في الموضوع بشكل مختلف شوية، بعقل وضمير، مش بس بحماس عشوائي، وأتمنى لو تشاركوني كده أفكاركم وآرائكم. شكرًا جدًا ليكم، كان معكم محمد الديدي، مع السلامة.